السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو النهارده. ان شاء الله النهارده هنشرح اداه FFmpeg مع N8N وهنبني ورك فلو من الصفر. الورك فلو ده ادفانس تقدر تحقق منه ربح. تنشر على قناه اليوتيوب الخاصه بيك، على تيك توك تقدر تبيع المشروع ده حرفيا بمبالغ محترمه جدا. تقدر كمان تعتمد عليه في شغلك بشكل رسمي بشكل كبير جدا. وكده كده حتى لو مبتدئ الفيديو ده هيفيدك جدا، لان احنا هنبدا من الصفر. هنشتري الفي بي اس ونبدا نسطب N8N ومع الاداه FFmpeg عليها، ونبدا على الورك فلو نبدا خطوه خطوه مع بعض. ويلا بينا نبدا على طول. جوه مقبرة مكتشفة حديثا سمعت الصوت بيهمس اسمي من جوه التابوت المقفول، صوت محدش غيري كان سامعه. A businessman has a problem. His rival is stealing his clients. He decides to hire a hitman. The hitman accepts the job for a lot of money. طيب يا شباب، اول خطوه هنبدا نعملها هي ان احنا هنبدا نشتري في بي اس. طيب في الفيديو ده النهارده هنختار منصه رؤيه اي اي ونشتري منها الفي بي اس. تمام. طيب برضو ردا على اسئله ايه الفرق بين رؤيه اي اي وفرق بين هوستنجر. بكل بساطه هي رؤيه مش مجرد هوستنج، هي منصه داعمه للوطن العربي ومصر. بتقدم خدمات الاي اي من ناحيه الايمج جنريت، التي تي اس، الموديل، اي بي اي كي، بتوفر اوبن راوتر، N8N، في بي اس فول اكسس، الدفع بالمصري او حتى في طرق دفع اخرى. فمنصه متكامله. ومن ناحيه حتى فرق الموارد بين الفي بي اس الفول اكسس نقدر حتى نشوفه بكل بساطه. طيب احنا هنا عندنا اول باقه مثلا تبتدي من 360 جنيه تقريبا، $7 الا حاجه بسيطه، 2 في سي بي يو، 4 جيجا رام. نقدر نشوف نفس الموارد دي او نفس الباقات دي موجوده هنا. تمام. هنا بيبتدي معاك هوستنجر اول باقه 1 في سي بي يو و4 جيجا رام، ولكن السعر ده بيكون على مدار السنتين. طيب لو احنا حبينا نشوف مثلا على الشهر او بعد مثلا كام شهر هيبقى السعر كام، وهتشوفوا بنفسكم الفرق اللي ممكن تقدر تحدد خلاله هل منصه رؤيه او اختار هوستنجر. تمام. طيب احنا دلوقتي السعر اللي ظاهر لنا ده ظاهر لنا على مدار السنتين. طيب احنا لو خليناه على مدار الشهر هيبتدي يظهر معاك $10 ثم الشهر التاني $20. طيب الميزه هنا ايه؟ الميزه هنا اول شهر معاك $7 وتاني شهر $7 لحد السنه كامله براحتك جدا، بسعر مش متغير، بيفضل ثابت، ودي اكتر حاجه مناسبه معانا. طيب هنبتدي نشتري الفي بي اس مع بعض خطوه خطوه. احنا اخترنا اول باقه، طبعا دخلنا على رؤيه اي اي، عملنا في السيرش رؤيه اي اي، دخلنا على اول اختيار جالنا، سجلنا دخول بكل بساطه زي الفيديوهات السابقه يعني بالجوجل او بالجيت هاب. تمام. نزلنا هنا في البار اللي في الجنب على كلاود في بي اس، ظهر معانا الباقات المختلفه. طيب احنا حاليا في الفيديو بتاعنا او على N8N، ايه افضل باقه ممكن اختارها؟ والله انت على حسب شغلك او على حسب المشروع اللي هتعمله، او ممكن خلينا نتكلم في مشروعنا النهارده. ان شاء الله النهارده هخليك باقل موارد تقدر تشغل المشروع بتاع ال FFmpeg زائد N8N بدون اي مشاكل. طيب هنختار الباقه الاولى، وهي مناسبه جدا، 2 في سي بي يو و4 جيجا رام، طبعا مناسبه لمشاريع اكتر كمان غير N8N. طيب هنا عندنا المدة الاشتراك اللي انت ممكن تشتركها، حتى في خصم على السنة. تمام. فنقدر ناخد من سنة من شهر لحد سنة. طيب احنا نختار الشهر ونبدأ نختار هنا نظام الاو اس اللي احنا هنشغل عليه. طبعا هو افضل حاجة هتكون معانا اوبنتو. تمام. ممكن نختار 22، بيكون مناسب في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها النهاردة. تمام. او حتى 24. طب خلينا على 22. هنا الكنترول بقى ممكن ما يفيدكش قوي لو انت يعني لسه مبتدئ او لسه يعني عايز اصلا الفي بي اس تشتغل عليه على طول، فممكن نعمل ايه؟ مش محتاجين كنترول بانل. تمام. وهنبدا هنا نضيف رقم الواتساب ونحدد طريقه الدفع، وهنا هنختار الرقم اللي هنحول عليه. تمام. طبعا انت لو داخل مصر فودافون كاش انستا باي الموضوع بالنسبه لك سهل. طيب خارج مصر كريبتو او بتواصل مع الدعم بيشوف لك اسهل طريقه دفع ممكن تدفع بيها. تمام. طيب احنا هنا هنكتب رقم الواتساب الخاص بينا احنا، بيكون متسجل عن الدعم لو واحد فيه اي مشاكل او عايزين تواصلوا معانا او ايا كان. تمام. وهنبدا هنا نختار الرقم اللي حولنا عليه. تمام. وهنا في الاي دي ترانزاكشن دي رقم العمليه او بيكون في ايصال الدفع. تمام. حتى برضو في الكريبتو لو انت هتختار كريبتو بيكون اي دي ترانزاكشن ده موجود في رقم العمليه نفسه. تمام. وهنا هنبدا نعمل ابلود للسكرين شوت. تمام. وبعد كده على طول بعد ما نحول هنعمل هنا اجري، وبعد كده نعمل باي او ندفع يعني الفي بي اس. تمام.
طيب انا هعمل الحاجات دي سريعا كده وهرجع لكم على طول. طيب يا شباب، هنا بعد ما خلصت عملية الدفع وعملت كونفيرم او باي، تمام، هنستنى تقريبا 5 دقايق وهنروح على قسم ماي سيرفيسز. تمام، وهيظهر معانا بيانات الفي بي اس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، طيب هنا ده ايه؟ ده هنا الاي بي الخاص بحضرتك، وهنا البورت المفتوح عليه. تمام، وده اليوزر نيم، وتحت هيكون معاك الباسورد. تمام، طيب هنعمل بيه ايه دلوقتي؟ الخطوه الثانيه هننتقل لاي تيرمينال ممكن نفتح من عليها، ممكن السي ام دي، اي حتى تيرمينال خارجيه تقدر تشغل عليها مفاتيح الاس اس اتش. ويلا بينا نبدا على طول يا شباب في الشغل. طيب يا شباب، دلوقتي هندخل على الفي بي اس. هندخل هنا على الهوم بيج، هنكتب في السيرش بتاع الويندوز سي ام دي، هنضغط على اول اختيار هيجي لنا وهيفتح معانا بالشكل ده. طبعا الملف الموجود هنا ده هسيبه في الديسكريبشن ان شاء الله، هيكون فيه كل الاوامر اللي هنستخدمها في الفيديو ده. تمام، طيب اول خطوه او اول امر هنستخدمه هو عشان ندخل على السيرفر. طبعا هتتغير الاي بي ده بالاي بي الخاص بيك. تمام، من معلومات الفي بي اس على ماي سيرفيسز في روي اي اي. تمام، ناخد ده كوبي، نبدا نحط كده انتر. المفروض حاليا هيبدا يطلب مننا الباسورد، هنبدا ندخله. ممتاز جدا، طالما جاب الشكل ده معاك يبقى انت كده دخلت على السيرفر بشكل ناجح تماما. تمام، طيب هنبدا حاليا اول حاجه هننزل الدوكر عشان نبدا نسطب عليه ان ات ان واداه اف اف ام بيج. تمام، ناخد الامر ده كده كوبي ونبدا نضيفه. ممتاز جدا، هناخد الامر اللي بعديه. طيب هنا المفروض كده دوكر اشتغل معانا، ده كده عشان نتاكد ان دوكر اشتغل معانا او نزل. نضغط الامر ده كده. تمام، طالما ظهر معاك الفيرجن بتاع دوكر يبقى انت كده شغال. هيظهر معاك 29 نوكس او بوينت نقط كده او ارقام، فانت كده تمام اشتغل معاك. طيب هنا الخطوه دي مش لازم، ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش عادي. ده هنا بس عشان تشغل ما يحصلش مشاكل لما نشغل اداه حاجه اسمها ايزي بانل عشان نقدر نتحكم من عليها. ممكن تضيفها عادي جدا، هتكون بالشكل ده كده. خدها كوبي كلها كده ونبدأ نعمل ريستارت للدوكر. تمام، طيب هنا الامر ده هنشغل بيه اداة اسمها ايزي بانل. دي اداة كده سهلة بتسهل عليك تشغيل انه تشغيل اف ام بيج، وتقدر تتحكم بكل بساطة غير شكل التيرمينال والاوامر والحاجات دي كلها. طيب هناخد ده كده كوبي، نبدأ نضيفه هنا، نضغط انتر، وهيبدأ يحمل معانا ويسحب معانا الايمج او تنزيل ايزي بانل. تمام، ممتاز جدا. حاليا كده اشتغل معانا، حتى جاب لنا هنا اللينك الموجود ده هنبدا نشغل بيه على جوجل. تمام، ده هنا الخاص بيو اي بتاع ايزي بانل. طيب دلوقتي هنا هنفتح البورتات. اولا ده البورت اللي يقدر يشتغل عليه ايزي بانل وان اتان وغيره. هنبدا نشغل هنا، ناخد الامر اللي هنا كوبي، نضغط انتر. ممتاز جدا. طيب حاليا كده المفروض اشتغل معانا. هناخد اللينك ده هنا من هنا كوبي، وعموما عباره عن الاي بي بتاعك والبورت اللي احنا فتحناه. تمام، هناخد ده كوبي وندخل على جوجل ونبدا نضيف ايزي بانل من هنا. طيب هنا فتح معانا بالشكل ده. هنبدا ندخل اي ايميل، مثلا ندخل الايميل، مثلا ندخل باسورد. خلينا نكتب مثلا هنا ورك ونعمل سيت اب بالشكل ده. ممتاز جدا، حاليا اشتغل معانا.
ده كده بيانات الفي بي اس او السيرفر الخاص بيك هنا. هي مش بشكل دقيق ولكن يعني تقريبي وبرضه كويسه جدا، تقدر تتحكم فيها وتشوف انت مثلا مساحتك قد ايه، الديسك والميموري قد ايه، السي بي يو شغال قد ايه وناقص منه قد ايه وهكذا. طيب احنا هنعمل ايه هنا؟ هنعمل حاجه، هنعمل هنا كرييت بروجكت وهنسميه مثلا N8N. تمام. طيب هنا هنضغط سيرفيسز، هنضغط بلس الجزء النقطه دي علامه الزائد نضغط عليها وهنخش على تمبلتس. طيب هنكتب هنا في السيرش نبحث على N8N وهنضغط عليها بالشكل ده، وهنبدأ نسمي الاب مثلا، خلينا ايه نسميه N8N حازم مثلا، ونخلي الايمج على ليستد كده اللي يكون اخر اصدار ويسحب اخر اصدار، ونعمل كرييت جو تو بروجكت، وخلينا نستنى هنا لحد ما يجيب هنا اخضر ويبدأ يشتغل معانا. طيب عقبال ما يشتغل معانا ممكن نخش هنا على حاجه اسمها الانفايرمنت. تمام، خلينا نضغط عليها كده وهيفتح معانا بالشكل ده. طيب ويب هوك يو ار ال هو ايه ده بالظبط؟ ده اليو ار ال الخاص بيك من ايزي بانل. تمام، هنا هنفتح الملف اللي احنا او البيانات اللي احنا ضايفينها وهنبدا نحط المتغيرات الموجوده هنا. طيب ايه المتغيرات دي بس عشان تشغل N8N بكل سلاسه ما يكونش فيها اي مشاكل. طبعا ما فيهاش اي حاجه ممكن تتغير، ممكن تغير اي حاجه ممكن هنا زي الباسورد او اليوزر مثلا، بس ده كده مش تحتاجه في حاجه. تمام. طيب هنبدا ناخد الاوامر دي كده بالشكل ده او الانفايرمنت المتغيرات دي بالشكل ده كوبي، ونضغط هنا كده انتر ونبدا نضيفهم هنا. ممتاز جدا، وهنبدا نعمل سيف. بعد كده ديبلوي، اي خطوه لازم على ايزي بانل تعمل لها سيف بعد كده ديبلوي. تمام. طيب المفروض كده تعمل لها ديبلوي بشكل تمام مفيش اي مشاكل فيه. خلينا نروح على حاجه اسمها السورس هنا قبل ما نفتح هنا السورس. تمام، ودي خطوه مهمه جدا. على الدوكر ايمج هنبدا نغير الايمج الموجوده هنا وهشرح لك ليه. تمام. طيب خلينا نجيب الايمج من الملف. طيب وزي ما احنا فاتحين الملف هناخد الايمج دوكر ايمج من هنا، هاخدها كده كوبي ونبدا نضيفها هنا. طيب ايه الايمج دي بالظبط؟ دي N8N زائد اداه FFmpeg بيشتغلوا مع بعض. هما الاثنين برضو يتحدثوا مع بعض. تمام. ما فيهاش اي مشاكل، بتديك اعلى فيرجن ل N8N بدون اي مشاكل. وهنبدا نعمل هنا سيف، بعد كده ديبلوي، وننتظر بس نشوف اللوجز لحد ما تظهر معانا ان تمام. طيب خلينا كده نخش على الاوفر فيو. طيب كده خلينا نضغط على الجزء ده، نضغط على كلمة اوبن هنا، او ممكن ناخد اللينك من هنا. هو خلاص كده مكتوب هنا ريدي او خلاص اشتغل معانا. ممكن نضغط هنا من اللينك ده وفتح معانا N8N بكل بساطة جدا. تمام، وشغال معاه FFmpeg. طيب هنتأكد ازاي؟ خلينا نعمل ايميل سريعا كده، نستخدم اي معلومات. ممتاز جدا، N8N اشتغلت معانا على احدث نسخة. هنعمل سكيب، خلينا نخش نعمل ورك فلو. طيب ازاي هنتأكد ان الأداة اشتغلت معانا على N8N؟ هنبدأ نضغط هنا بلس، هنبحث عن نود اسمها execute node execute command. تمام اهي. طيب هنا هنكتب ايه؟ هنفتح الملف، هنضغط على FFmpeg version، نشوف هل الفيرجن موجود على السيرفر الخاص بينا ولا لا. نعمل بيست execute، خلينا كده نشوف. ممتاز جدا، ظهر لنا هنا الفيرجن بتاع FFmpeg. ممتاز جدا وشغال معانا. يبقى احنا كده حاليا شغلنا N8N وشغلنا الاداة معاه. طيب دلوقتي حاليا هنبدا في خطوه ايه؟ هنبدا في خطوه ان احنا نبني الورك فلو. تمام، خلينا كده نرجع هنا
ونحذف النود دي ونبدا نبني خطوه خطوه الورك فلو مع بعض. طيب يا شباب خلينا نبدا نعمل الورك فلو كده دلوقتي. طيب اول حاجه هنستخدمها هي اللي هنضيف فيها الانبوت او المدخلات اللي هتخش الايجنت او الورك فلو. ممكن نستخدم حاليا اون شات مسج، تمام. ممكن تستخدم تليجرام، واتساب، ان يكن يعني مش تختلف. طيب وهنا هنبدا نضيف الايجنت. طيب هنا هنبدا الاول ندخل ايه اللي هندخله للايجنت او الورك فلو. هندخل مثلا عنوان او نص معين، مثلا نقول الشقه المسكونه، ونبدا هو يبدا ينشئ السكريبت وينشئ الديسكريبشن والعنوان، التاج، كل حاجه احنا محتاجينها. خلينا نضيف على الايجنت اي ايجنت. ممتاز. خلينا نعمل سيستم برومبت كده، نضيف هنا سيستم برومبت. طيب هنا اول حاجه هنحتاجها نشغل الشات موديل، ممكن نستخدم من هنا. طيب انا هستخدم رؤيه شات موديل، تمام. انت ممكن ما تظهرش معاك هنا، هتبدا تضيفها بالشكل اللي هقول لك عليه دلوقتي. هتخش على السيتنج من هنا، وهتبدا تخش على كوميونتي نود، وهنعمل انستول. طبعا هتدخل على براوزر، وهنبدا نكتب هنا في السيرش رؤيه اي اي، ونعمل سيرش. هنخش على رؤيه شات، وناخد الاسم ده او العنوان ده، ناخده كوبي كده، نطلع من هنا ونضيفه بالشكل اللي هنا. نمسح اول جزء، نبدا من ان 10 ونعمل اندرستاند انستول، وهتبدا تضاف معاك بالشكل ده خلال ثواني يعني، تمام. هنرجع للورك فلو تاني. طيب طبعا الكريدنشال هتبدا تضيف الكريدنشال من منصه رؤيه اي. خلينا نشغل مثلا نفس الموديل ده. خلينا نضيف هنا التوكن، خليها مثلا 16000 توكن ماكسيمم يعني. طبعا هتجيب الاي بي اي من اي بي اي كي هنا، تعمل كرييت وتبدا تعمل سيت اب للكريدنشال، تمام. طيب هنا الايجنت هنضيف له السيستم برومبت منين؟ طبعا انا هنكون الموضوع بسيط جدا، وهبسط لك الموضوع بشكل بسيط. هنستخدم اي اي ايا كان، اي اي ممكن برولكستي، جيميناي، ايا كان. هنبدا هنا نقول له مثلا عايز برومبت لايجنت على ان 8 n، تمام. طيب عايزين ايه في البرومبت ده؟ يكون شامل ايه؟ بينشئ قصة، مثلا قصة باللهجة المصرية، وعايزين وصف، عايز عنوان جذاب، وكمان عايز تاج، وخليه كمان ينشئ لنا برومبت للصور اللي هنستخدمها في الفيديو، تمام. وعايزين مثلا 5 برومبت. كده نكمل هنا لصور من الفيديو او ليها علاقة بالفيديو، مثلا ليها بالفيديو، تمام. ممكن كمان نقول خلاص كده تمام. عايزينه مثلا الورك فلو بينشئ فيديوهات شورتس لمدة 1 دقيقة، وبرضه خلينا القصة تكون، طبعا انت ممكن تزود اكتر من دقيقة، ولكن عشان وقت الفيديو بس خلينا نعمل كده هنا. اوكي، حد ما ينشئ لنا برومبت. ممتاز جدا. طيب خلينا كده ناخده كوبي، نروح هنا على الايجنت ونبدأ نضيف السيستم برومبت. طيب خلينا هنا اون شات نضيف مثلا نقول الشقة المسكونة.
ممتاز. طلع علينا اللي احنا طالبينه بالظبط. طيب خلينا ناخد النص ده كده كوبي، وهقول لكم ليه دلوقتي. طيب هنا دلوقتي احنا عايزين نطلع جزئين، هنعمل جزئين كده للورك فلو، جزء يطلع لنا يعني نعمل من النص الى صوت يطلع لنا الصوت، وجزء يطلع لنا الصور، وفي الاخر هندمجهم مع بعض. طيب اول جزء خالص عايزين نضيف كود نود، وما تقلقش حتى لو مش هتعرف تكتب كود او غيره، هنستخدم الاي اي في كل حاجه في الفيديو ده ان شاء الله. خلينا نضغط كود جافا سكريبت، وهنروح هنا للاي اي نقول له مثلا عايز كود جافا. طبعا كود جافا لان احنا بنستخدم هنا لانجوج جافا سكريبت. تمام. جافا يطلع الستوري من النص. ممكن الخارج من الايجنت، خارج. نبدأ هنا نضيف بالشكل ده. طيب هو جاب لنا كود تقريبا شامل كل المخرجات، بس احنا هنحتاج نغيره اكيد. ما اكيد طبعا. خلينا نعمل كده تاني الايرور، نديله الايرور كله كده. عايزه فقط يطلع الستوري. طيب قبل ما يخلص حاليا احنا هنبدأ نضيف. المفروض هنا الكود ده هيطلع لنا الستوري بس. طيب هنبدأ نضيف نود HTTPS. جميل جدا. طيب النود دي هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها في التي تي اس اللي هو هنحول من النص الى صوت. هنستخدم منصة رؤية اي اي. هنروح هنا على تكست سبيش، نضغط هنا، نروح على اي بي اي دوكس، وهننزل تحت بالشكل ده، وهنبدأ نضيف ناخد كوبي للسي ار ال الموجود هنا. نحط كده كوبي، ونبدأ نعمل هنا import to CRL. نعمل import، وهنا هنبدأ نضيف ال API بتاعنا من منصة رؤية برضو من نفس المكان اللي قلت لك عليه، من API key. تمام. وتحت هنا عايزين لما يطلع النص خلينا برضو هنا الستايل هنا خلينا نكتب مثلا، هو بيتكلم عن شقة مسكونة، خليه مثلا بنبرة خوف وهلع. والميزة في المنصة رؤية AI ان الصوت هيطلع باللهجة المصرية واقعي زيادة عن اللزوم، وكمان هنشوف مع بعض. طيب وهنا ممكن نستخدم الفويس نيم. احنا ممكن نخش هنا على TTS تاني وننزل تحت، هتلاقي هنا اكتر من شخص او اكتر من فويس نيم نقدر نستخدمه. ممكن نستخدم نوح، طلال، مريم، ايا كان. تمام. تقدر تخش تجربهم يعني الاول. طيب خلينا نشوف هل طلع كود. طيب خلينا ناخد الكود ده كده كوبي ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. نبدأ نضيفه بالشكل ده. ممتاز جدا، طلع لنا الستوري اللي احنا طالبينها بس. طيب خلينا نروح هنا على النود وننزل تحت على التكست، نمسك ده وناخد المتغير ستوري بالشكل ده. ممتاز. خلينا اضيف برضو الاي بي اي هنا بالشكل ده. خلينا نعمل اكسكيوت وهننتظر لحظات وهيكون اشتغل معانا. طيب حاليا لما يطلع معانا التي تي اس احنا عايزين نحفظه على السيرفر. طيب هنحفظه على السيرفر ازاي؟ احنا عندنا الميديا عايزين نعمل فولدر كبير يكون فيه يتحفظ فيه الصوت، جزء يتحفظ الصوت وجزء يتحفظ فيه الايمج والجزء الاخير يتعمل فيه الفيديو. طيب الاداه بتشتغل ازاي؟ سريعا كده اف ام بيج بتشتغل ان هي بتاخد الصوت بتاخد الصور تدمجهم مع بعض. طيب هنروح على ايزي بانل. تمام.
ونضغط هنا على كونسول بالشكل ده كده، هنضغط اس اتش هيفتح معانا بالشكل ده. طيب هنفتح معانا الملف، هسيبه لك في اسفل الفيديو ان شاء الله في الديسكربشن. هنعمل فولدر اسمه ميديا، ناخد الاوامر دي كده كوبي، نبدا هنا بيست، وهناخد المجلدات اللي احنا هنعملها للايمج للاوديو للفيديوز. تمام، ناخد دي كده كوبي، نحط بيست، وكمان هنديها صلاحيات ان احنا نقدر نتحكم فيها من على ان نضيف الصور نضيف الصوت وهكذا. بس نضغط انتر، وهنا هنتاكد ان الملف اشتغل معانا. خلينا كده نضغط بيست، ممتاز جدا، ظهر لنا ال3 ملفات موجودين. طيب خلينا نرجع لورك فلو كده، الصوت طلع معانا بالفعل. خلينا طيب نطلع من دي كده عشان تكون ظاهره. طيب خلينا كده نشوف الصوت طلع ولا لا. عمري ما تخيلت ان شقة احلامي هتكون كابوسي الحقيقي. لقيت شقة لقطة في وسط البلد ايجار. طيب ممتاز جدا، الصوت طلع معانا، خلينا نبدا نحفظه. طيب هنضيف هنا النود اللي هي هتحفظ لنا على السيرفر. طب اسم النود ايه؟ ريد اند رايت. خلينا كده نعمل سيرش، موجوده اهي. تمام، هنعملها على رايت. تمام، وهنبدا هنا في الانبوت باينري فيلد هناخد اسم الملف نضيفه هنا بالشكل ده. طيب هنا الفايل باث ده المسار اللي هتحفظ فيه الصوت. تمام، طيب لو دخلنا على الملف هكون سايبه لك زي ما قلت لك، هناخد المسار ده كده وانت حافظ بنفس الشكل ده، هناخده بنفس الطريقه دي كده كوبي ونضيفه هنا، بس هنشيل النجمه والسلاش. ممتاز، خلينا كده ننزل من هنا ونعمل اكسكيوت. ممتاز جدا، الفايل اللي اتحفظ على السيرفر بالشكل ده. خلينا كده خلصنا اول جزء، خلينا نخش على الصوت. طيب خلينا بس نعمل بين الاول عشان ما نبداش نعمل اكسكيوت كل مره. احنا خلصنا الجزء اللي هنا، خلينا نعمله بين برضو. دي بس بتثبت الاوتبوت اللي احنا عملناه عشان ما نقدرش نعيد الاكسكيوت كل مره. طيب احنا عايزين ايه حاليا؟ هنا عايزين نطلع البرومبت عشان نبدا ننشئ الصور. طيب هنا هنضيف كود نود برضو، وانا معاك خطوه خطوه عشان تشوف بنفسك. احنا ممكن من الاي اي من غير ما نعرف كود او غيره نبدا نطلع البرومبت. طيب هنروح له نقول له هنا عايز كود يطلع 5 برومبت من المخرجات اللي هي الاوتبوت بتاعه الايجنت، مخرجات الايجنت لوحده. ونخليها واحدة ايتم، وهقول لك ليه احنا كتبنا كده بالظبط. طيب كتبنا كده بالظبط عشان نبدا يطلع 5 برومبت منفصلين عشان نستخدمهم ان احنا نبدا ننشئ الصور. طيب حاليا برضو خلينا لحد ما يبدا ينشئ كود. احنا حاليا بعد ما نستخدم الكود ده هنبدا نبعته او نبدا ننشئ الصور. طيب هننشئ الصور ازاي؟ انت ممكن تستخدم اي اداه تنشئ بيها الصور، ولكن الاداه اللي انا هستخدمها دلوقتي هي برضو من رؤية اي اي. هنبدا نعمل HTTPS كده ريكويست نود. طيب هنروح على رؤية اي اي، هنخش على الايمج جنريت، وهنروح على API دوكس، وهنبدا ننزل تحت كده لحد ما نلاقي CRL. طيب هنا بكل حاجه مختلفه هنا على حسب الموديل. احنا ممكن نستخدم موديل ارتر ده، ناخد كده كوبي ونروح على الورك فلو نعمل import CRL. ممتاز. طيب احنا ممكن نخلي الريسبونت فورمات دي ممكن نشيلها عادي. خلينا نشوف هنا هنضيف الاي بي اي الخاص بينا زي ما بلغتك. خلينا كده نبدا نضيفه برضو، ماشي. او خلينا لما نبدا نشوف كود اتنشأ. طيب هو دلوقتي المفروض يطلع لي الكود اللي هيطلع لي البرومبت المطلوب. نعمل execute. ممتاز جدا كده، المفروض طلع لي 5 ايتم، كل ايتم لوحدها حتى مترقمه للبرومبت. تمام، ممتاز جدا. طيب هنا عايزين بس عشان نضيف كل ايتم يروح لوحده، هنضيف هنا نود اسمها لوب. احنا هنا خلينا نضيفها نعمل بلس LOO
لوب وخلينا نمسح النود دي كده. ممتاز، خلينا نعمل لها execute. طيب هنبدأ ناخد البرومت، نمسح هنا جزء البرومت وناخده بشكل متغير، نضيفه هنا وخلينا نضيف بالمرة ال API. خلينا نطلع كده نعمل execute. طيب في مشكلة ظاهرة هنا، خلينا نشوف المشكلة فين. retry unavailable. طيب خلينا نشوف المشكلة فين، نعمل execute او نروح على، ممكن نجدد تقريبا ممكن نجدد ال API عشان استخدمته تاني. خلينا نجدده وارجع لكم تاني. طيب يا شباب، هي بس غيرنا ال API وعملنا execute، تمام، اشتغل معانا، طلع لنا الصورة مظبوط كده. طيب هنبتدي هنا، ممكن نضيف نود ويت تقريبا 5 ثواني ممكن، وممكن لا، يعني انت على حسب تشتغل مع ايه بالظبط، او مثلا مع ايه موديل. ممكن من رؤية ممكن يقف، ممكن تشتغل 5 ثواني يعني بين كل صورة وصورة عشان ما يديش ايرور، ولكن خلينا ايه نشغل على طول افضل. تمام، خلينا كده نعمل execute. طيب عموما لما يجي هيطلع الصور هيطلعها من المسار done ده. تمام، احنا عايزين ايه بعد كده؟ عايزين نخلي الصور كلها مدمجة عشان تقدر تحافظ على السيرفر، او تكون يعني مش متقسمة صح عشان تخش على السيرفر ترتب بشكل صحيح. تمام، طيب انت ممكن تستخدم اي حاجة برضو، ولكن خلينا نستخدم كود نود، وما تتصرفش يعني من كتر الاكواد او حاجه، ولكن الموضوع كله بسيط، مش صادمين الاي اي قدامك. تمام، فالموضوع يكون بسيط باذن الله. طيب عموما هنا خلينا نروح هنا نقول له، خلينا بس اتاكد ان التصوير شغال. تمام، في الملف. طيب خلينا هنا نقول له مثلا اعمل لي كود جافا على ان اتم بياخد صور باينري، اللي هي الصور اللي بتيجي هنا بالشكل ده. تمام، ويبدا يرقمهم يعني. تمام، يبدا يقسم كل صوره ومرقمين كل واحد من واحد لاخر عدد الصور يعني. تمام، خلينا نعمل كده هنا بالشكل ده كده. عموما هو اشتغل معانا بدون ويت نود. تمام، خلينا ننزل الجزء تحت كده. ممتاز، خلينا ناخد الكود كده ونجرب هل هيشتغل معانا ولا هيحتاج تعديل. execute setup. هو ممتاز جدا، طلع لنا الصور، بس هل مرقمهم كله تمام؟ خلينا كده نشوف. ممتاز. طيب خلينا دلوقتي نحفظهم على السيرفر. هناخد نود read and write، نبدأ نضغط على write عشان نحفظ الصور. طيب هنا الملفات باسم image، خلينا الأول نخش على الملف. طيب هناخد نفس المسار الموجود، خلينا ناخد نفس المسار الموجود ولكن هنغير ده. خلينا نضيفه بشكل متغير. طيب هنبدأ نضيف اسم المتغير هنا. احنا عايزين ناخد ونحفظ كل صورة بالايمج اندكس. تمام، طبعا انت لو مش على نفس الخطوات، انت من ناحية الملف هنسمي كل ملف الايمج مع الرقم. تمام، خلينا نعمل كده هنا اكسبريشن. تمام، اتعمل.
طيب خلينا نفهم عملنا ايه هنا بالظبط. احنا اخدنا سمينا اي صوره اسمها ايمج، وهنا حطينا المسار او التايب او النوع بتاع الملف، تمام. وهنا الجيسون اندكس ايمج اندكس خدناها كشكل متغير هنا عشان يتحفظ معانا، تمام. طيب خلينا نعمل اكسكيوت هنا. تشيك يور بارامتر. طب خلينا نشوف هنا كل ملف اسمه ايه، عشان احنا تقريبا نسينا هنا نخلي ملفات اسمها داتا، نخلي الملفات ايمج. خلينا نجرب اكسكيوت كده. طيب هو هيبتدي يبني تاني ال5 صور ويبدأ يحفظهم بالمسار ده. طيب هنا احنا شباب خلصنا كده يعتبر الجزء الاول بتاع الاوديو، وحاليا بنجرب في الصور، نشغل الصور نحفظها على المسار. بعد كده على طول هنبدأ في دمج الفيديو ونشره على اليوتيوب تلقائيا ان شاء الله، تمام. فكده برضو عقبال ما يحمل معانا يبقى انت كده هتبعت للايجنت، ممكن تربط هنا تليجرام واتساب ايا كان، تبعت له مثلا عنوان الفيديو ويبدا هو على طول يبني الصوت ويبني الصور ويبدا يحفظهم على السيرفر بالشكل ده في ملفات مخصصه، ويبدا بعد كده يشغل الاداه FFmpeg ويدمج الصوت والصور مع بعض، تمام. خلينا بس ننتظر ثواني لحد ما يحمل كده معانا ونشوف. طيب ممتاز جدا، ما جابش ايرور معانا، الملفات اتحفظت بالفعل على السيرفر بالشكل ده. طيب ممتاز جدا. طيب حاليا هنبدا، طبعا خلينا نوقف بقى دي كده عشان ما يحفظش لو عملنا تاني اكسكيوت. خلينا نعمل كده برضو دي. طيب حاليا هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل ملف على الكوماند. احنا هنا هنستخدم حاجه اسمها execute command node. هنعمل ايه؟ هنعمل الصور بشكل متغير على او مش متغير، يعني عشان لما يجي يدمج الفيديو يخلي كل صوره تظهر بشكل معين. يعني ايه كل صوره؟ مثلا 5 ثواني او كام لقطه، تمام. طيب هنا هنفتح الملف برضو وهننزل تحت كده من اول اكسكيوت كوماند. هنا هنبدا ناخد الجزء ده كده، هو عباره عن هو دلوقتي هيتحقق ان هل في صور ولا لا. لو في صور بيبدا يعمل لهم كل صوره 5 ثواني. انت ممكن تغير هنا الثواني من الجزء ده، تمام. خلينا نعمل اكسكيوت. ممتاز جدا، مفيش ايرور معانا. طيب بعد كده احنا يفضل نخلي هنا في ويت، لان كده انت هتبعت على طول كل ده هيشتغل مره واحده. نخلي ويت نود بس عشان ما يحصلش اي مشاكل، نخليها على الاقل 5 ثواني او 10 ثواني عشان ما يحصلش ايرور على الورك فلو. طيب جينا للجزء المهم جدا وهو دمج الصوت مع الصور على اداه FFmpeg. طيب هنعمل هنا في السيرش execute node اللي هيشتغل عليها الامر، وهنبدا نروح للملف. هننزل تحت كده، ده كده الامر اللي احنا هنستخدمه. طيب خلينا كده نفتح هنا بس ونشرحه، بس خلينا هنا ننزل كده. طيب هنا ايه بالظبط؟ هنا بيؤمر الفيجما تشتغل او FFmpeg يشتغل، تمام. بنظام اللوب ان هو ياخد كل صوره على مدار الصوت، تمام. وهيسحب الايمج اللي هي عملناها كل 5 ثواني عشان تفضل تتجدد، وهياخد الصوت اللي احنا حفظنا فيه المسار. خلينا برضو نتاكد ان احنا حفظنا الصوت في المسار الصح. خلينا كده نرجع نتاكد. ممتاز جدا، احنا حفظنا كده بالفعل في المسار نفس مسار اوديو MP3، تمام. خلينا نتأكد من كل حاجة. طيب وهنا هياخد الصوت خلاص، وهنا بيبدأ يعمل فلتر للفيديو، تمام. ويبدأ هنا اللوب وغير اللوب يبدأ ياخد نفس المقاس اللي هو مثلا عايزه بالطول، الصور طالعه بالطول بالعرض. طبعا ده هتختلف لو انت هتعمل شورتس او لا. وفي الاخر بيقول له الاوتبوت هيبقى فاينل باسم فاينل فيديو MP4، تمام. طيب وده المسار اللي هيكون فيه الفيديو بعد ما يخلص. طيب خلينا نعمل اكسكيوت ونجرب كده، بس خلينا حاليا نعمل اكسكيوت ل5 ثواني عشان المسار يشتغل بشكل صحيح. وخلينا نعمل اكسكيوت كوماند هنا، بسم الله كده ونجرب. طبعا على حسب تعقيد الامر اللي انت حاطه في FFmpeg هيبدا يطول معاك. هو يعني في الطبيعي لو فيديو صغير شبه ده ممكن ياخد معانا من 30 ثانيه لدقيقه كده ويبدا يطلع لنا الفيديو. طيب هو بالفعل طلع لنا الفيديو بس في وقت سريع ما شاء الله، كويس.
طيب خلينا دلوقتي هنشوف الملف فين. خلينا نعمل read and write ونخليه على الريد. تمام، اللي احنا هنقرا حاجه من السيرفر. طيب وخلينا نرجع كده، احنا ناخد اسم الملف اللي سجلنا بيه، خلينا ناخده كوبي، او اسم المسار اللي سجلنا فيه من اول هنا كده، ناخده كده كوبي بالشكل ده، ونبدأ نشوف الفيديو هيشتغل معانا ولا ايه، ونعمل اكسكيوت ان هو يجيب لنا ملف. طيب ممتاز جدا، جاب لنا ملف. خلينا كده نشغل ونشوف. عمري ما تخيلت ان شقة احلامي هتكون كابوسي الحقيقي. لقيت شقة لقطة في وسط البلد، ايجارها على قد الايد وواسعة، بس الرخيص طلع غالي. اول اسبوع كل حاجة تمام، بعدين بدأت الاصوات الغريبة. كل يوم الساعة 3 الفجر اسمع صوت عياط طفل مكتوم جاي من الحيطة. بعدين اللي ممتاز جدا. الفيديو طلع معانا بشكل ممتاز جدا وخرافي. طبعا تقدر تزود براحتك، يعني احنا بس بنتست فيديو دقيقه كده خفيف، ولكن الصوت طلع تمام معانا. طبعا لو الصوت طلع بس عشان مش مسجل من اللابتوب، الصوت مسجل بالمايك تمام، والصوره طالعه تمام، الفيديو مدموج بشكل صحيح. هيبدا يكرر الصور ويبدا يشتغل فيديو زي ما ادينا بالظبط كده. احنا شغلنا اداه FFmpeg بالظبط. حتى الاوامر هنا كمان هنقدر نغيرها. طبعا في فيديوهات قادمه ان شاء الله هنبدا ادفانس شويه، نضيف كابشن، هنعمل فيديو اكتر من 5 دقائق 10 دقائق كمان، بس حاليا بس عشان نشغل وقت الفيديو كده ما يطولش معانا. تمام. طيب حاليا هنبدا نضيف ايه؟ هنبدا نضيف كريدنشال من يوتيوب ونبدا ننشره على اليوتيوب. وفي حاجه مهمه جدا في اخر الفيديو، عشان مساحه السيرفر بتاعتك ما تخلصش اول باول، وما تحسش ان بعد كام فيديو تحس ان السيرفر هنج منك ووقف منك. تمام. وخلينا نبدا على طول نعمل. طيب هنبدا نضيف مثلا نود اليوتيوب. تمام، اللي احنا خلاص رفعنا الفيديو جهزناه عشان ينزل على طول على اليوتيوب. طيب هنبدا هنا نضغط، نجيب نود يوتيوب، اول اختيار، هننزل تحت كده هنضغط على ابلود ا فيديو. طيب خلينا نعمل كريدنشال جديد كده، نعمل كرييت كريدنشال، نيو كريدنشال. طيب هو طالب مني الاي دي، كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت. طيب سريعا كده هنروح على جوجل كونسول، جوجل كلاود. تمام، وهنضغط هنا على كونسول، هيفتح معانا الواجهه دي بالمنظر ده. هنروح اولا على نكتب هنا في السيرش يوتيوب اي بي اي، هنضغط عليها كده، وهنعمل عموما انيبل لليوتيوب. خلينا كده ننتظر. تمام، هنبدا هنا هنعملها انيبل، هي معمول لها انيبل جاهزه تمام عندي. تمام. طيب وبعد كده هنضغط على الثلاث شرط اللي في الجنب هنا كده، خلينا نمسح دي كده نقفلها، وهننزل تحت على اي بي اي اند سيرفيسز. تمام، وهنضغط على كريدنشال، وهنعمل هنا نيو كريدنشال كده، هنضغط على authentication client ID، نختار التايب ويب ابلكيشن، وممكن نسميه اي حاجه، ممكن نخليها كيوتيوب مثلا، خليها يوتيوب ماشي، خليها زي ما هي مش مشكله، ويب كلاينت. وهنحط هنا اليو ار ال بتاعنا. هنروح على النود تاني، هناخد اليو ار ال كده كوبي، تمام، وهنضغط كرييت. ممتاز جدا، جاب لنا هنا كلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، ممكن يكون مش ظاهر في الفيديو، اعتقد ظاهر. تمام، هناخد ده كوبي كده، وهنروح هناك هنضيفه، والكلاينت سيكريت كذلك الامر ونضيفه. تمام، وهنبدا نعمل ساين ان ويز جوجل. هنا بكل بساطه ممكن ما تظهرش، ولكن هنا هنعمل تسجيل دخول بالجيميل، هنعمل متابعه، وبعد كده اجري وكونفيرم، خلاص اشتغل معاك. بس خلينا كده ننتظر شغله. طيب حاليا تمام، كونكتد تمام كده. طيب حاليا هنا بقى، هنا الريسورس هيكون فيديو، هنعمل ابلود. التايتل خلينا كده نجرب نسحب التايتل، بس اكيد هنحتاج كود بسيط كده هيسحب لنا، عشان يسحب لنا كل الموارد اللي احنا محتاجينها، او مش كل الموارد، التايتل والديسكريبشن والحاجات دي كلها. طب خلينا كده نجرب نسحب من الكود ده البرومت. احنا هنحتاج كود كامل، تمام مفيش مشكله. طيب خلينا كده هنا قبل
كود اللي قبل النود اللي هنسحب منها الفيديو او نطلع منها الفيديو على السيرفر. خلينا مثلا نضيف كود نود بسيط خالص. تمام. طيب يا شباب بص، احنا رحنا على الايجنت كده، هنا هنطلع المتغير بتاعه هنا كده بالشكل ده، هناخده كوبي وهنروح على الاي اي. تمام. هنقول له عايز كود يسحب العنوان والوصف والتاج كل واحد منفصل لوحده من المتغير اللي احنا اخدناه كوبي. تمام. وهناخد الكود اللي طلعه بالشكل ده وهنروح على الورك فلو ونبدأ نضيفه ونعمل اكسكيوت للورك فلو. طيب ممتاز جدا، هو طلع لنا التايتل ديسكريبشن والتاجز. تمام. طبعا احنا وقفنا هنا بس الورك فلو هنا عشان ما يبداش كل مره يعمل اكسكيوت وينشئ الفيديو مره تانية. تمام. وهنا في الريد هنبدا نجيب الفيديو وخلينا نضيف كده على نود اليوتيوب ونبدا نشوف السيتنج بتاعتها. خلينا كده نروح للكود. طيب ممتاز جدا، نروح لليوتيوب، هنروح لهنا للجيسون للكود ونسحب منه المتغيرات. تمام. هناخد التايتل في جزء التايتل كده بشكل متغير، والريجن كود هنا هتضيف البلد المنشوء عليها القناة او البلد اللي اتعمل فيها القناة بالجيميل بتاع حضرتك. احنا مثلا هنا هنختار ايجيبت. هنا الكاتيجوري نيم اور اي دي، في اي دي موجود في اليوتيوب ممكن تبدا تشوفه من اللينك اللي هنا، يعني في 22 مخصص مش عارف للشورتس وهكذا يعني. تمام. فاحنا ممكن نختار هنا ساينس اند تكنولوجي التخصص بتاعنا مثلا. طيب خلينا نسيب بس انبوت داتا باينري دلوقتي، وهنخش هنا على اد اوبشن وهنختار الديسكريبشن وهنبدا ناخده كده بالشكل ده، نضيف الديسكريبشن. طيب بالنسبه للتاج اد اوبشن وهننزل تحت نختار التاج وهنبدأ ناخد التاجز بالشكل ده. طيب بالنسبة للانبوت داتا فيلد هنضغط كده على read and file وهنا اسم الملف فعلا داتا، فهنبدأ نعمل execute وهيتنشر تلقائيا على اليوتيوب. طيب خلينا نعمل execute كده ونشوف. طيب ممتاز جدا كده، الفيديو نزل على اليوتيوب بالفعل، وهبقى اسيب لك الفيديو اخر الحلقه ان شاء الله او في الديسكريبشن تقدر تشوفه. تمام. طيب بعد كده اهم نقطه عايزين نتكلم فيها، وهي ان انت كده بتعمل فيديو على السيرفر وعايز ما انت كل مره هتعمل فيديو هيتسيف على السيرفر وبيتعمل على السيرفر، فانت عايز توفر المساحه عشان ما يجيش مثلا بعد نقول 50 فيديو او 10 فيديوهات 50 فيديو ايا كان حجم الفيديو السيرفر يقع منك والمساحه تخلص. طيب هنعمل ايه؟ هنضيف هنا بكل بساطه، كل ده هوريه لك برده. هنبحث على نود اكسكيوت نود. طبعا انت ممكن تزود حاجات كتير هقولك عليها برضو في الورك فلو ده يكون احترافي بزياده، وبعدين ان شاء الله فيديو قادم هعمل بقى مثلا النشر الاخباريه لمكاتب السياحه ازاي يعملوا فيديوهاتهم والحاجات دي كلها. طيب خلينا هنا الاول في الكوماند، خلينا نفتح الملف. ممتاز، ظهر معانا كده، وهننزل تحت كده هنا في قسم ديليت داتا وهنبدا نعمل ريموف. طب ريموف لايه؟ ريموف لملف اول حاجه ملفات الميديا اللي فيها الصور والتي اكس تي دي، الصور اللي عملناها بالخمس ثواني، وكمان هنا الام بي 3 دي الصوت يتحذف من على السيرفر، والام بي 4 طبعا ده الفيديو خلاص نزل معاك على اليوتيوب فخلاص. فخلينا ناخده كوبي كده، خدنا كوبي ولا لا؟ خلينا ناخده كوبي ونضيفه هنا ونعمل اكسكيوت. وممكن كمان نضيف كمان امر هيحذف لك الكاش، ممكن يحذف لك يتاكد 100% ان كل الحاجات الموجوده على السيرفر اتمسحت. تمام. وتاكد كام في المية. طيب خلينا احنا عملنا هنا اكسكيوت، نتاكد بس على اخر حاجه. ممتاز جدا كده، بالفعل الفيديوهات اتحذفت معانا من على السيرفر بشكل اوكي، حتى الاكزيت كود ممتاز. طيب يبقى احنا كده عملنا الورك فلو يا شباب من الصفر، من اول ما اشترينا الفي بي اس لحد
ما بدأنا عملنا مشروع ورك فلو. تقدر طبعا مثلا بعد قبل نوت كمان اليوتيوب تبعت لك الفيديو على التليجرام، تعمل كونفيرم عليه بعد كده يتنشر. ممكن تضيف كابشن، ممكن نضيف كمان حركة في الفيديو اكتر، موشن في الفيديو مثلا بين كل صورة وصورة، وحاجات كتيرة جدا لا نهائية في الأداة اف بيج. يا ريت لو عايزين اي حاجه معينه محدده اكتبوها لي في التعليقات، وان شاء الله هيتعمل عليها فيديو، وتقدر تتواصل مع الدعم اسفل الفيديو، حتى رقم التليفون موجود. وشكرا لكم يا شباب، واشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. عمري ما تخيلت إن شقة أحلامي هتكون كابوسي الحقيقي. لقيت شقة لقطة في وسط البلد، إيجارها على قد الإيد وواسعة، بس الرخيص طلع غالي. أول أسبوع كل حاجة تمام، بعدين بدأت الأصوات الغريبة. كل يوم الساعة 3 الفجر أسمع صوت عياط طفل مكتوم جاي من الحيطة، بعدين الأبواب بقت بتقفل لوحدها، والمح حيالات بتعدي بسرعة من طرف عيني. قلت لأ، أنا قلبي ميت، لازم أعرف فيه إيه. مسكت كشاف الموبايل وقلبت الشقة حتة حتة لحد ما وصلت عند فتحة تهوية قديمة ورا الدولاب. قربت ودني والصوت كان طالع من هنا. فتحتها بالراحة وأنا بترعش، ولقيت القطة اللي في الشارع جابت 5 قطط صغيرة جوه وهم اللي بيعيطوا. الشقة طلعت مسكونة بأحلى كائنات في الدنيا.